بن غفير يدعو إلى عودة فورية وبقوة هائلة لمتابعة الحرب على غزة. وبيان من مكتب نتنياهو بعيد إطلاق سراح المحتجزتين الإسرائيليتين مياشيا وأمنية سوسان. ورد مفاجأة من الجزائر بمجلس الأمن. دور إفريقي أكبر وإدانة لخروقات إسرائيل. عادل بن غفير يدعو إلى عودة فورية وبقوة هائلة لمتابعة الحرب على غزة. دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير إلى العودة فورا وبقوة هائلة للحرب على قطاع غزة من أجل تدمير حركة حماس بشكل كامل. وقال بن غفير في منشور له عبر منصة أكس اليوم الخميس: حماس توقع بيد على وقف إطلاق النار، وبيد الأخرى ترسل الإرهابيين لقتل اليهود في القدس. وأضاف: هذا ليس وقفا لإطلاق النار، بل استمرار لمفهوم الشروط والاستسلام، مشيرا إلى أنه يجب أن نوقف الصراعات مع الشركات يحسب حماس ونعود فورا إلى القتال بكثافة هائلة من أجل تحقيق الهدف الأسمى للحرب، نقتدر الكامل العكس إلى أثرائه. وتأتي تصريحات زعيم حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف تعقيبا على ما قال إنه تبني حماس عملية إطلاق النار بالقدس الغربية التي أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 13 آخرين، بينهم 3 جروحهم خطيرة. وأعلنت كتائب والي قسام الجناح العسكري لحركة حماس مسؤوليتها الكاملة عن العملية التي نفذها الشقيقون مراد عمر 38 عاما وشقيقه إبراهيم 30 عاما من سكان بلدة سور باهر بالقدس الشرقية، معتبرة أنها تأتي ضمن مسؤولية الردع لجرائم الاحتلال. وبن غفير مؤيد للحرب على غزة ومعارض للجملة الإنسانية التي بدأت يوم الجمعة لمدة 4 أيام، وبرز فيها ثم تم الإضافة للمتطرفين ومن ضمنها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع. ومنذ الجمعة وعلى مدار 6 أيام استلمت إسرائيل 70 أسيرا من النساء والأطفال مقابل الإفراج عن 210 فلسطينيين من الأسرى النساء والأطفال أيضا في سجون إسرائيل بالنسبة لصفقة التبادل. بيان من مكتب نتنياهو بعيد إطلاق سراح المحتجزتين الإسرائيليتين مياشيا وأمنية سوسان. أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حكومته تحفظ المراهنات التي تم إطلاق سراحها من أشهر الأسيرة الإسرائيليين بسبب حماس بالصف الأحمر قبل قليل. وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان إن حكومة إسرائيل تلتزم بعودة جميع الرهائن والمفقودين. وذكر أن المواطنتين اللتين تم إطلاق سراحهما هما مياشيم عمرها 21 عاما وأمية سوسان وعمرها 40 عاما. وأكدت الحكومة أنها ستقوم وبالتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية بتقديم المساعدة والدعم لهما ولأسرتيهما. وقبل قليل سلمت كتائب والي قسام إلى لجنة الصليب الأحمر الدولي محتجزتين إسرائيليتين، وذلك في ميدان فلسطين وسط مدينة غزة. من جهتها ذكرت مراسلتنا أيضا أن إدارة السجون الإسرائيلية تقوم بالاستعدادات للإفراج عن الدفعة السادسة من السجناء الأمنيين وفقا للمخطط الذي تم الاتفاق عليه لاستعادة المختطفين الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس. الجزائر بمجلس الأمن نقطة. دور إفريقي أكبر وإدانة لخروقات إسرائيل. تحركات جزائرية ضمن مجموعة العشر الإفريقية من أجل إصلاح مجلس الأمن، خصوصا أن الجزائر تستعد لاستلام عضويتها في المجلس لمدة 2 بدءا من يناير المقبل. ويرتفع صوت الاتحاد الإفريقي الداعي لمقعد دائم للقارة باعتباره قطبا مهما في العالم متعدد الأقطاب الذي يتشكل نقطة. حول هذا الموضوع نستضيف في هذه الحلقة من استوديو الجزائر الأمين العام لمجلس شورى اتحاد المغرب العربي سعيد مقدم.